مساء الخير، أصدقائي وأعزائي، أصدقائي المتابعين وأعزائي القراء وكل الناس اللي بتتفرج دايما على اللايف. سعيد بيكو إن احنا بنكرر التجربة مرة تانية في لايف مايو أو لايف اوف ماي، البث المباشر اللي بنطلعه كل أسبوع مع بعض. بنقعد نحكي مع بعض في مجموعة من الأفكار ومجموعة من الآراء، كل ما يخص التاريخ والتراث وأسرار الحضارة والمفاجآت الخاصة بالحضارة المصرية القديمة. عملنا لايف جميل الأسبوع اللي فات، اتكلمنا فيه عن أسرار الهرم الأكبر، فكرة التطوير اللي حصل لمنطقة الهرم الأكبر، فكرة الزيارات اللي تمت في منطقة الهرم، والناس اللي مع والناس اللي ضد الزيارات، والناس اللي كانت مبسوطة والناس اللي كانت زعلانة. اتكلمنا على فكرة الادعاءات اللي كانت خاصة بالأهرام الأكبر، والناس اللي بتتكلم على ادعاءات على الحضارة المصرية بشكل عام. فكرة إن الحضارة دي، هل دي بتاعتنا؟ هل دي بتاعت المصريين القدماء؟ هل دي حضارة ناس جايين من بره مصر، فضائيين، يهود، قوم عاد؟ اتكلمنا بشكل كبير عن كل ما يخص الأسرار الخاصة بالهرم الكبير والأهرامات بشكل عام، مع التصويت اللي عملناه. وأغلب الناس كانوا عايزيننا نتكلم عن المتحف الكبير، خصوصا إن احنا هنتكلم على حدث مهم جدا بيحصل على أرض مصر كمان شهر ونص، وهو افتتاح المتحف الكبير. احنا عندنا واحد من أهم متاحف العالم وأكبر متحف في العالم يخص الآثار المصرية، وهو المتحف المصري الكبير، The Grand Egyptian Museum، اللي معروف اختصارا باسم جيم. المتحف ده معجزة معمارية، معجزة فنية على أرض مصر، العالم كله مبهور بيها، خصوصا إن إنشاؤه عبارة عن ملحمة. أكتر من 30 شركة شاركوا في عملية بناء المتحف الكبير، وشاركوا في عملية إنشاؤه لحد ما خلص وبيستعد لاستقبال كل زوار. السؤال اللي الناس دايما بتسأله، احنا ليه اصلا بنينا المتحف الكبير؟ طب احنا عندنا متاحف كتير، عندنا المتحف المصري في التحرير، عندنا متحف الحضارة في الفسطاط. اللي يخلينا نبني متحف كبير جديد بالضخامة بالعملاقة بتاعة المتحف ده، خصوصا هو في منطقة حيوية قرب ميدان الرماية آخر شارع الهرم، وبالتالي منطقة مش منطقة صحراوية ولكن منطقة حيوية كبيرة جدا، هيبقى فيها تدفق سياحي وتكدس كبير جدا. خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة ونتكلم عن فكرة ان احنا ننشئ متحف جديد. عندنا المتحف المصري في التحرير، متحف عمره 123 سنة، متحف كبير وعريق، ونقدر نقول ان هو كبر، ما بقاش قادر يستوعب الأعداد الكبيرة اللي هتيجي من بره مصر عشان تزوره. مش هيقدر يواكب التطوير في أحدث التكنولوجيات الخاصة بعملية العرض المتحفي، خصوصا إن مبنى المتحف نفسه تحول لأثر. اتسجل دلوقتي إن مبنى المتحف المصري في التحرير إن هو أصبح أثر، محدش يقدر إن هو يهده ولا يعمل أي امتداد ولا إن هو يقدر يلعب في أي حاجة. خلاص تحول المبنى بكل المحتويات بتاعته لقطعة أثرية مهمة جدا، وبالتالي كان لازم نفكر إن احنا نعمل متحف جديد، متحف على أحدث تقنيات الإنشائية الخاصة بسيناريوهات المتاحف. لازم يبقى متحف مقام على إنه متحف بشكل متطور جدا، يبقى فيه أحدث تكنولوجيا لعمليات العرض المتحفي. مش بس كده، احنا فكرنا في انشاء المتحف الكبير 2002 مع مئوية متحف التحرير، يعني متحف بيسلم متحف، جيل بيسلم جيل. المتحف ده كان مقرر له ان هو يفتتح في 2012، ولكن طبعا مع الاحداث السياسية والاحداث الاقتصادية، ثورة 25 يناير، 30 يونيو، وجود مجموعة كبيرة من المشاكل اللي واجهت المتحف، أجلت افتتاحه سنة ورا سنة لحد ما تم اتخاذ قرار حاسم لافتتاح المتحف في 3/7/2025. افتكروا التاريخ ده كويس جدا،
ده تاريخ العالم كله مستني. العالم كله في انتظار الافتتاح الأسطوري اللي هيتم في مصر، اللي العالم كله هيتفرج عليه ويشوف عمل رهيب في 3/7/2025. هيبقى عندنا افتتاح رؤساء وملوك وكبار شخصيات هيزوروا المتحف، وهتعمل لهم حفل افتتاح مهيب. كنا احنا شفنا الحفلة بتاعت موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش. انا بوعدكم ان اليوم ده هيكون يوم اسطوري، يوم من تاريخ مصر والعالم كله. العالم كله هيتفرج على افتتاح اروع ما يمكن. ده كمان افتتاح هيتم في 3 ايام، يعني هنتكلم على 3 و4 و5/7، ثم هيتم استقبال الجمهور مرة تانية يوم 6/7. أول يوم هيكون الافتتاح الرسمي اللي هيحضره رئيس الجمهورية في استقبال أهم ملوك ورؤساء وزراء العالم، ثم 4 و5/7 هيتم استقبال كبار شخصيات على مستوى العالم، مجموعة كبيرة من المؤثرين ومجموعة من المشاهير على مستوى العالم. الحدث بتاع الافتتاح ده هيكون حدث سياسي وسياحي رهيب جدا. مصر فعلا محتاجاه والعالم كله مستنيه. يمكن الناس بتتكلم على افتتاح كأس العالم وكأس العالم للأندية، ولكن اليوم ده هيبقى فعلا يوم للتاريخ. مصر ستشهد حدث والعالم كله هيشوف مجموعة من الإمكانيات، مجموعة من الانفرادات العالم كله هيشهدها لأول مرة. هنشوف افتتاح يليق بمصر، يليق بالمتحف الكبير، يليق بالحضارة المصرية القديمة. هنشوف شيء مذهل وجميل ومبهر حقيقي هيفضل موجود في أذهاننا عشرات السنين. سجلوا التاريخ ده كويس جدا. 3 يوليو 2025. تابعوا على شاشات التلفزيونات، تابعوه على النت، لأن العالم كله هيكون متابع اليوم ده. المتحف مش أول مرة يفتتح في 2025، لا، هو تم افتتاحه بالفعل للزيارات غير الرسمية في نوفمبر 2024. يعني بالفعل في ناس كتير زارت المتحف، واللي ما زارش المتحف أنا بدعوه إن هو يزور المتحف عشان يتفرج عليه ويشوف المعجزة المعمارية والمعجزة الهندسية والتنظيمية اللي عملتها مصر في المتحف الكبير. ده أكبر متحف في العالم يخص الآثار المصرية. متحف مقام على حوالي 117 فدان، يعني مساحة مهولة كبيرة جدا، بتواجه هضبة الأهرام، المنطقة السياحية الأشهر في العالم. وده اختيار لموقع عبقري جدا تم تحديده في 2002 بقرار جمهوري وقرار وزاري من الوزير فاروق حسني. وده كان وضع لبنة وحجر الأساس لهذا المكان العبقري اللي هيكون مواجه لأهرامات الجيزة. طب نيجي لتصميم المتحف. وتصميم المتحف عبقري لا يقل إبهارا عن محتوياته. احنا بنتكلم على تصميمه موازي ومواجه لأهرامات الجيزة على شكل مجموعة من الأسهم أو أسهم أشعة الشمس اللي بتخرج من قمم ال3 أهرامات وبتصب عند نقطة معينة، وكأن أهرامات الجيزة بتشع الحضارة القديمة عشان تصب في المستقبل في المتحف الكبير. تصميم عبقري وتصميم جميل وجديد، خصوصا ان المتحف واجهته زجاجية كاملة بتطل على أهرامات الجيزة. يعني بنتكلم على تبادل حضاري ما بين الماضي وبين المستقبل. مش بس كده، احنا هنلاقي كوبري مشاة بيربط ما بين المتحف الكبير وهضبة الأهرام عشان تسهل عملية الزيارة ما بين زوار الهرم وزوار المتحف الكبير. هيكون الكوبري أو الممشى ده عبارة عن ممشى محاط بمجموعة من اللوحات ومجموعة من البازارات، بحيث إن هي تسهل على الزائر وتجعل عملية الانتقال من الهرم للمتحف والعكس عملية سهلة ومريحة، وهيكون فيها قدر كبير من التنظيم والربط ما بين أهم منطقتين أثريتين وسياحيتين في مصر. طب هل
المتحف الكبير هو عبارة عن مبنى ضخم مهول يستوعب القطع الأثرية؟ لا، الحقيقة إن المتحف الكبير هو مبنى أثري أو مبنى خاص بالآثار، ولكن فيه ملحقات كتير جدا مهمة جدا. عندنا جانب ترفيهي، في مجموعة كبيرة من أهم المطاعم وأهم البراندات، ومكتبة فخمة وجميلة جدا، بوكستور بتعرض فيها أهم وأحدث الإصدارات خاصة بالآثار بالإنجليزي والفرنساوي والعربي. عندنا كمان مركز زوار ومركز لأنشطة الأطفال، وده مركز كبير جدا مخصص بشكل كبير واحترافي للأطفال، بحيث إن هم يخوضوا تجربة مهمة جدا للعمل الأثري، وزي إن هم يستمتعوا بزيارة المتحف. بيشتغل فيه متخصصين في ربط عملية زيارة المتحف وتنمية ثقافية للأطفال، عشان يخرجوا من المتحف حابين آثار، حابين تاريخ، حابين مصر القديمة وحضارتها. ما يبقاش زيارة المتحف حاجة مملة وحاجة بائسة وإن الموضوع يبقى بس للكبار. لا، هيبقى في أنشطة وهيبقى في فعاليات خاصة بس للأطفال، هتبقى شيقة جدا وهتبقى مثيرة وتمتع الأطفال وتربطهم بالحضارة المصرية القديمة. في مساحات شاسعة خضراء بتحيط المتحف، وده اللي خلى المتحف الكبير من أهم المتاحف والمنشآت الخضراء. خد جايزة كبيرة باعتباره من أهم المنشآت الخضراء اللي بتدافع عن التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وأكبر مساحات خضراء والاستخدام الآمن والنظيف للطاقة، خصوصا إن الإضاءة اللي في المتحف الخارجية أصبحت بتعتمد على الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية، مع انها المتحف متجدد بيعتمد على الطاقة النظيفة، وده اللي بيخليه مكان آمن من ناحية استخدام الطاقة. وكم المساحات الخضراء الشاسعة بتخليه فعلا مكان آمن ونظيف، وليه القدرة على مواجهة أهم المستجدات الخاصة بالبيئة الآمنة والنظيفة. مش بس كده، احنا عندنا اكبر معمل ترميم على مستوى مصر والشرق الاوسط ان لم يكن على مستوى العالم كمان. معمل ترميم خاص بكل انواع القطع الاثريه، بيشتغل فيه مجموعه متخصصه من المرممين اللي بيشتغلوا باحترافيه كبيره جدا. هنلاقي ان في جزء مخصص لترميم الاحجار الجيريه، جزء مخصص لترميم العاج والزجاج والذهب، جزء مخصص لترميم النسيج، جزء مخصص لترميم الآثار العضوية وبقايا المومياوات والميكروبيولوجي. وبالتالي احنا هنلاقي مركز ترميم متخصص جميل جدا متطور جدا، مفيهوش أي غلطة. مش بيخدم على المتحف بس، ده بيخدم على وزارة الآثار، على أغلب المتاحف القومية. وهنفتكر المشكلة اللي حصلت ليه ده انقناع الملك توت عنخ آمون لما سقطت وتم ترميمها بشكل احترافي في معمل الترميم بتاع المتحف الكبير. المتحف مخصص عشان يستقبل 5 مليون زائر سنويا بمعدل 15,000 ل 20,000 زائر يوميا، ودي تعتبر إحصائية الحكومة وضعها عشان المتحف يستقبل هذا الكم الكبير من الزوار بشكل احترافي. مبقاش فيه مشكلة، مبقاش فيه أي هرجلة أو تكدس، ولكن هذا العدد أو هذا الكم من الزوار تم معرفة حسابه وتم عمل كل الآليات عشان يزوروا المتحف بشكل منظم جدا من بداية إنشاء المتحف، من بداية تخطيطه، عن طريق أتوبيسات يبقى ليها أماكنها، أماكن للزوار، يبقى في أماكن أو مسارات زيارة منظمة جدا. الاتساع الرهيب للمتحف، احنا بنتكلم على 117 فدان، منها الجزء الخاص بالمتحف، يعني بنتكلم على مساحة ضخمة ومهولة تستقبل هذا الكم الكبير من السياح. ومش بس كده، الكم ده احنا بنستهدفه عشان يكون مصدر هام للدخل القومي ومصدر هام للسياحة المصرية، وده هيخلي متحف الكبير
من أهم مصادر الدخل ومن أهم عوامل الجذب السياحية لمصر على مدار سنين جاية. احنا حتى في الافتتاح غير الرسمي احنا بنتكلم من شهر نوفمبر، يعني داخلين على 6 شهور أو 7 شهور دلوقتي. فعلا المتحف حقق نجاح كبير جدا على مستوى الزيارات المحلية والزيارات العالمية. أشهر الناس المتخصصين في السياحة، أشهر اليوتيوبرز، الناس اللي جم زاروا مصر وزاروا المتحف الكبير استمتعوا وخاضوا تجربة ممتعة جدا، خاضوا يوم من أجمل أيام حياتهم في المتحف الكبير. المتحف مهم جدا بالنسبة مش بس للسياحة، المتحف بيعتبر قبلة مهمة للزيارة الداخلية مش بس للزيارة العالمية. كل واحد لازم يزور المتحف ده، كل واحد لازم يهتم ان هو ياخد اولاده عشان يزوروا المتحف، يشوفوا كم الاثار المهمة جدا اللي تم وضعها في المتحف ده. احنا بنتكلم في حوالي 100,000 قطعة مهمة جدا بيتم وضعها بشكل منمق وبشكل منظم من خلال سيناريو عرض متحفي على أحدث مستوى، بحيث إن الآثار المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ لحد العصر اليوناني والروماني هيحتضنها المتحف الكبير. لازم تزوروا المجموعة دي من الآثار وتستمتعوا بيها. طب اللي هيزور المتحف الكبير أول حاجة هيستقبلها أول ما يدخل من المتحف هيلاقي تمثال رمسيس، الملك رمسيس العظيم، وهو واقف في البهو المهول بارتفاعه الشاهق اللي بيعدي 20 متر وسط بحيرة صناعية. التمثال ده أنا فاكر عملية نقله من ميدان باب الحديد أو ميدان رمسيس القديم في 2006 لحد ما اتنقل لمكانه الأول في ميدان الرماية. أنا شاركت في عملية نقله، كنت من ضمن الوفد اللي تبع المجلس الأعلى للآثار. كنت صغير ساعتها، كنت حوالي 24 ولا 25 سنة، ولكن سهرنا من الساعة 10 بالليل للساعة 8 الصبح تاني يوم ماشيين في الموكب المهيب بتاع نقل تمثال رمسيس. وحقيقي فكرة أو عملية نقل التمثال كانت ملحمة عميقة وقوية جدا بجرأة خدتها قيادة المجلس الأعلى للآثار، ساعتها كان الدكتور زاهي حواس، في نقل التمثال ده واقفا بشكل رأسي عن طريق قميص حديد ضخم بيغطي التمثال ده، وعربية نقل كبيرة من ضمن عربيات المقاولين العرب، شركة المقاولين العرب، وتم نقله بمنتهى البطء من ميدان باب الحديد عبر كوبري أكتوبر وينزل الناحية التانية ويمشي مسافة كبيرة عشان يوصل من خلال شارع الهرم لحد ميدان الرماية. أنا فاكر الأهالي كانوا ماشيين ورانا ورا الموكب ده وهم بيحيوا تمثال رمسيس وكأنه ملك حقيقي ماشي في الشارع والناس بتحييه. أنا فاكر الأهالي في مناطق كتير كانوا بيخرجوا من الشباك ويعملوا باي باي ويحيوا التمثال ورافعين علم مصر وكانهم فعلا بيحيوا ملك حقيقي. الموكب ده لسه في ذاكرتي كل ما بشوف التمثال ده، لأن كان فعلا ملحمة حقيقية وكانت عملية صعبة لنقل التمثال، وأي حركة غلط كانت هتعرض التمثال الرهيب ده للخلل أو الكسر، وكانت ساعتها هتبقى مشكلة كبيرة. ولكن التمثال وصل لمكانه سالما آمنا وتم نقله مرة تانية للبقعة اللي هو واقف فيها دلوقتي. وده أكبر قطعة أثرية ممكن إن احنا نتعرف عليها في المتحف المصري الكبير. عندنا كمان الدرج العظيم اللي واقف عليه 10 تماثيل للملك سنوسرت، واحد من أهم ملوك الدولة الوسطى، مجموعة من التماثيل الرائعة البديعة اللي هنلاقيها مترصصة بشكل جميل جدا بشكل متتابع على الدرج ده، بحيث ان هي برضو تستقبل الزائر. هنلاقي 12 قاعة او 12 جاليري بيستقبلوا الزائر بمجموعة متخصصة من الآثار المصرية، زي ما قلنا بداية من
الدولة القديمة والعصر العتيق لحد العصر اليوناني الروماني. مجموعة ملتقى من كل المناطق الأثرية ومن كل المتاحف المصرية عشان تضم الآثار الرائعة بتاعة الحضارة المصرية القديمة. فوق 100,000 قطعة بيتم وضعهم بشكل استثنائي، تم انتقائهم بشكل رائع ومحطوطين في عرض متحفي على أعلى مستوى. احنا دايما لما نزور أي متاحف سواء جوه مصر ونقارنها بالمتاحف اللي بره مصر، دايما بيبقى عندنا مشكلة لما نقارن جوه ببره، ودايما للأسف الشديد بيكون الغلبة أو بيكون النجاح للمتاحف الموجودة بره مصر. دايما بنشتكي إن الآثار المصرية موجودة في المتاحف المصرية مهملة ومطربة ومحدش مهتم بيها. عملية العرض المتحفي قديمة، مفيش أي اهتمام مقارنة بمتاحف إنجلترا واللوفر في باريس، المتروبوليتان في نيويورك، متحف فيلسهايم في ألمانيا، متحف ليفربول اللي موجود فيه تمثال رمسيس النصفي اللي واقف متصور جنبه محمد صلاح. ولكن لا، دلوقتي بقى عندنا الوضع مختلف. المتحف المصري في التحرير تطور، بقى عندنا متحف الحضارة في الفسطاط برضو أقيم على أعلى مستوى من التقنيات العلمية وتقنيات العرض المتحفي. وبقى عندنا درة المتاحف دلوقتي اللي احنا بجد نفتخر بيها، متحف الكبير أو المتحف المصري الكبير. المتحف مهم جدا وأصبح بيعتمد على أحدث تقنيات العرض المتحفي على مستوى العالم. أفتكر إن هو من سنة تقريبا كان في عرض لقصة توت عنخ آمون عن طريق الذكاء الصناعي وعن طريق الواقع الافتراضي. أوضة بيقعد فيها الزوار بيتفرجوا ويسمعوا على الملك توت عنخ آمون وهو بيحكي قصته، وبيطلع لهم وبيتكلم معاهم عن طريق الواقع الافتراضي. تجربة مثيرة جدا ومهمة جدا. كل واحد دخل وخاض التجربة دي استمتع بشكل كبير جدا، خصوصا انها كانت اول مرة تطبق بشكل مهم في المتاحف المصرية، بل ان الموضوع خد بروباجندا عالمية وابتدت الصحف العالمية ان هي تتكلم على التجربة دي. المتحف حقيقي من ساعة ما تم التخطيط ليه وتم وضع لبناته الأولى لحد الافتتاح غير الرسمي، كل يوم بيبهر زواره، كل يوم بيبهر الناس الغير المتخصصين وغير المتخصصين ان هم يتفرجوا على كم كبير ومنظم وبديع للآثار المصرية القديمة معروضة بشكل يليق بالحضارة دي، يليق بالقطع الأثرية دي بقيمتها الأثرية والتاريخية. المتحف فعلا قطعة مهمة هتضيف لسلسلة المتاحف العالمية. يمكن العالم كله بيفتخر بالمتاحف بتاعته باعتبارها من أهم منارات الحضارة والثقافة. احنا لينا الحق ان احنا نفتخر بالمتحف الكبير، مش بس لمصر، لا ده للعالم كله. وان العالم هيكون فخور ان المتحف المصري الكبير موجود على ارض مصر، ان هو موجود في العالم وفاتح دراعاته للعالم كله. زي ما قلنا المتحف مش بس مكان للزيارة الاستمتاع او دراسة القطع الاثرية، لا، المتحف الكبير ابتدى يطبق سياسة متحف بلا جدران، ودي هنلاقيها متطبقة في متاحف بره وفي مكتبات بره. مكتبة بلا جدران يعني ايه؟ مكتبة او متحف بلا جدران يعني متحف متماشي مع الفعاليات الخاصة بالمجتمع. اللي هيجي يزور مش بس هيزور ويتفرج على قطع أثرية أو يخلص ويروح ياكل في مطعم أو يودي ابنه لمنطقة الأنشطة الخاصة بالأطفال أو مركز الطفل، لا، ده هيحضر فعاليات مجتمعية ثقافية وترفيهية. زي ما لقينا من كذا شهر حفلات للموسيقار العالمي عمر خيرت، حفلة أوبرالية لفاطمة سعيد، حفلات ديفيليهات وعروض أزياء بتتم بشكل منظم وبشكل لائق يليق بالمتحف الكبير. أنا ضد أي فعاليات غير لائقة بالمناطق الأثرية وبالمتاحف.
لما هنفتح المتحف ونفتحه للزيارات لازم يكون أي فعالية بتتم فيه تكون منظمة وتكون لائقة وتكون متماشية مع بهاء واحترامنا للمتحف. بالتالي أنا مع أي فعالية تخدم المتحف وتخدم السياحة الداخلية والخارجية. مش عيب إن احنا نعمل حفلات موسيقى، نعمل ديفيليهات، نعمل عروض أزياء، نعمل عروض سينمائية، نعمل افتتاحات لمهرجانات، ولكن بشكل لائق، بشكل يحترم المتحف ويحترم مكانة المتحف. وأظن هو ده اللي بقى موجود دلوقتي، وده اللي بيشجع ناس كتير غير مهتمة بالآثار، غير مهتمة بالثقافة، إن هي تندمج مع المتحف وتندمج مع الحالة اللي عاملها المتحف، بحيث إن المتحف كبير يبقى جزء من المجتمع ويبقى جزء من حركة الثقافة والفن والبيزنس كمان اللي بتتم في المجتمع، بحيث الناس لا تنفصل عن المتحف والمتحف لا ينفصل عن المجتمع. تعالوا نشوف أهم جناح هيتم افتتاحه ضمن الافتتاح الرسمي، وهو لسه مقفول ولسه كل قطعه مش جاهزة، ولكن مع الافتتاح الرسمي هيفتح دراعاته للعالم كله، وهو الجناح الخاص بالملك الذهبي الطفل أو الشاب توت عنخ آمون. توت عنخ آمون هو نجم المتحف الكبير، ومعمول له جناح مهيب مهول لكل الآثار بتاعته، وتم إصدار قرار رئاسي بأن كل القطع الخاصة بكنوز توت عنخ آمون لن تخرج خارج حدود الجمهورية، لا معارض عامة ولا معارض مؤقتة، ستظل داخل أرض مصر، داخل المتحف الكبير في الجناح الخاص بتوت عنخ آمون. احنا هنا بنتكلم على 3500 إلى 4000 قطعة، ما بين كنوز ذهبية، ما بين أثاث جنائزي، ما بين مجموعة من الحلي والصناديق. القناع الخاص بتوت عنخ آمون اللي هو أنا عندي شبيه ليه هنا، اللي بيزن حوالي 24 كيلو جرام ذهب خالص مطعم بالأحجار الكريمة، ده هيكون النجم بتاع القاعة. القاعة دي هتكون النجم بتاع المتحف الكبير كله. توت عنخ آمون لوحده قصة، يعني لوحده ممكن يتعمل عنه متحف، مش بس ان احنا نضمه للمتحف الكبير، لا ده ممكن الناس تيجي تزور الابداع اللي هيتم في العرض المتحفي. يمكن ملك زي توت عنخ آمون الجناح بتاعه هيتعمل على اعلى تقنيات التكنولوجيا واعلى تقنيات العرض المتحفي، ده بخلاف روعة الآثار بتاعته وروعة الكنوز بتاعته. توت عنخ آمون أصلا حالة ملك قصته غير قصة أي ملك تاني. لكن احنا لما نتكلم على أشهر وأعظم ملوك مصر القديمة، الملك نعرمر موحد مصر، الملك خوفو بني الهرم الكبير، ابنه الملك خفرع اللي عنده التمثال المهيب اللي مرسوم على 10 جنيه القديمة، بنتكلم على الملك أحمس طارد الهكسوس وأبوه الشهيد الملك صقنا النراع، الملك تحتمس الثالث صاحب أكبر إمبراطورية في العالم القديم، الملك رمسيس الثاني صاحب أكبر عدد من الآثار واللي واقف بيستقبل زواره في البهو الكبير. ولكن توت عنخ آمون كان حالة لوحده، لا هو فاتح عظيم زي رمسيس الثاني وتحتمس الثالث، لا هو صاحب فتوحات اقتصادية أو نظام اقتصادي زي اللي عمله الملك خوفو أو اللي عملته الملك حتشبسوت، ما كانش صاحب عقيدة جديدة زي اللي عمله إخناتون والتطور والثورة الفكرية الدينية العقائدية اللي عملها. ولكن توت عنخ آمون كانت شهرته الغريبة كتعويض للمآسي اللي عاشها طول حياته. توت عنخ آمون بعد الدراسات العلمية الحديثة اللي اتعملت على الموميا بتاعته والموميا بتاعت أخناتون، تم التأكد على إن هو ابن للملك أخناتون. عاش الملك توت عنخ آمون في حضن أبوه، في حضن عصر العمارنة
اللي كان فيه نوع من الإرهاب الفكري والتوجه نحو معبود واحد اللي هو أتون في منطقة تل العمارنة في المنيا دلوقتي. كان اسمها زمان أخت أتون أو أفق أتون، وتم هجر مدينة طيبة اللي كانت إمبراطورية العالم القديم في الوقت ده. ولكن مع وفاة الملك أخناتون كل حاجة رجعت لما قبل أخناتون. حكم ملك غريب اسمه سمنخكرع. احنا لحد النهارده ما نعرفش اي تفاصيل عنه او عن حياته او حتى عن هويته. حكم من 3 ل 4 سنين، وجه من بعده الملك توت عنخ آتون، وده اسمه الاصلي اللي هو اتولد بيه. يعني ايه توت عنخ آتون؟ يعني الصورة الحية للمعبود آتون. وده طبعا واضح في التأثير الديني اللي هو عاشه في عصر أبوه، عصر العمالقة. ولكن لما قدر إن هو يوصل للعرش بدعم من 2 من كبار رجال الدولة، وهم الكاهن العجوز آي وقائد الجيش هور إمحاب، تم تأهيل توت عنخ آتون للعودة لما قبل الآتونية، العودة لعقيدة آبائه وأجداده، والعودة لمجد مصر القديمة. وبالفعل اتجوز من أخته غير الشقيقة وكانت أكبر منه في السن، اللي هي كانت بنت من بنات الملكة نفرتيتي اسمها عنخ آتون برضه. ولكن في السنة الثالثة من حكم توت عنخ آتون حصل تغيير جذري. ساب مدينة تل العمارنة للأبد ورجع لمدينة طيبة. مش بس كده، لا، ده غير من اسمه وخلاه توت عنخ آمون اللي هو الاسم اللي احنا عارفينه بيه دلوقتي، يعني الصورة الحية للمعبود آمون. ده معناها ان كل حاجة قبل اخناتون هترجع تاني. العصر الاتوني هينتهي تماما. توت عنخ آمون بيصدر مجموعة من القواعد والقوانين اللي بتأمر بفتح المعابد من جديد والقضاء على الفوضى التي خلفها الذي لا يذكر اسمه اللي هو أبوه. هو كان خايف يقول اسم أبوه، عشان كده قال الذي لا يذكر اسمه، زي ما احنا بنقول دلوقتي اللي ما يتسمى، دلالة على مدى الفظاعة اللي عاشتها مصر في عهد إخناتون. الشعب والبلاط والعالم كله حاطط امل على ان توت عنخ آمون يقدر ان هو يرجع امجاد اجداده، ولكن للاسف الشديد الحظ خان، او نقدر نقول ان القدر خد توت عنخ آمون وهو ما كملش 18 سنة. توفى اثر حادث صيد او انقلاب من على عجلة حربية كان بيركبها خلال رحلة صيد، وأصيب بمجموعة متشابكة من الأمراض. جاله ملاريا مع كسر في رجله الشمال مع حالة هزال في جسمه نتيجة لزواج القرايب خلت مناعته ضعيفة، وبالتالي كل ده سرع من وجود سخونية شديدة في جسمه وهبوط الحالة المناعية خلاه يموت بعد 3 أيام. الدولة فقدت شاب ملك واعد طموح عنده إرادة إن هو يبني مصر من جديد، وبالتالي ده أخر شوية من تقدم الحضارة المصرية القديمة. هل دي آخر مأساة عاشها توت عنخ آمون؟ لا، في مأساة تانية أسوأ، إن أرملته ارتكبت جرم في حقه. بعد ما مات توت عنخ آمون بعتت جواب غامض وغريب الشأن لأعداء مصر، دولة الحيثيين، واحدة من أهم الممالك اللي كانت بتعارض مصر وكانت بتحاربها بشكل كبير جدا. الجواب ده مكتوب فيه الأميرة عنخ آمون بتطلب عريس، تطلب أمير تتزوجه من خارج مصر عشان يقعد جنبها على عرش مصر ويحكم مصر بجوارها. حاجة زي دي في التقاليد المصرية وفي الأعراف المصرية كانت إجرام. إن أصلا ست مصرية تتجوز من أجنبي دي كانت جرم عند المصريين القدماء. المصريين القدماء كان عندهم المرأة المصرية لا تتزوج غير من مصري،
باعتبار إن هي لا تليق بحد غير المصري، وبالتالي الملكة أو الأرملة للملك إن هي تعرض إن هي تتزوج من شخص غير مصري ومن أعداء مصر، دي كانت كارثة بتهدد التقاليد والأعراف المصرية. الجواب لما راح للملك الراجل افتكرها بتهزر، فما ردش على الجواب. بعتت له جواب تاني بتقول له فيما معناه انت بتستخف بجوابي، انا كلامي واضح وطلبي محدد، وانا فعلا عايز اتجوز ولد من اولادك. لسوء حظ الاميرة ولسوء حظ ملك الحيثيين، الجواب بيقع في ايد المخابرات المصرية القديمة، وخصوصا قائد هورب. بيعتبروا ان الجواب ده كأنه متبعتش، بيخلوا ملك الحيثيين فعلا يبعت ولد من أولاده ويمشي في موكب، وقرب حدود مصر يتم الهجوم على الموكب ده والقضاء على هذا الأمير. دي طبعا بتكون صدمة لمملكة الحيثيين، مع نكران من جهة مصر لأي علاقة ليها بما حدث. في نفس الوقت ده خلى النار تقيد من جديد ما بين المصريين القدماء والحيثيين، وتقام حروب عنيفة ما بين دولة الحيثيين والمستعمرات المصرية في الشام، كانت نتيجتها أن مصر خسرت حروب كتير في الشام. ولكن في المقابل ملك الحيثيين غلط غلطة كبيرة، إن هو نقل مجموعة من الأسرى المصريين لأرض الحيثيين، ولكن اللي حافظوا إن الأسرى دول كانوا مليانين بالطاعون، وللأسف الشديد نقلوا وتفشى مرض الطاعون بشكل كبير في مملكة الحيثيين، وده أصاب الملك نفسه بالمرض وتوفى، وده اللي خلى مصر تنفس الصعداء لمجموعة من السنين قدام. سؤال مملكة الحيثيين كانت فين؟ هي مملكة كانت موجودة ما بين آسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي وشمال العراق، يعني نقدر نقول ما بين تركيا وشمال سوريا وشمال العراق، دي مجموعة الأراضي دي كونت مملكة الحيثيين. هل صحيح أن وفاته كانت بسبب تسمم الدم؟ ده كان سبب من أسباب وفاة توت عنخ آمون. احنا قلنا أن في مجموعة من الأمراض المركبة عانى منها توت عنخ آمون، ده نتيجة أبحاث كتيرة اتعملت في العصر الحديث من 10-15 سنة، وقدرنا ان احنا الى حد كبير نحدد سبب الوفاة. كسر في رجله الشمال نتج عنها تلوث الجرح، نتج عنه تسمم الدم، مع اصابته بالملاريا، مع اصابته بهبوط في المناعة. كل العوامل دي ادت الى وفاته وعدم وجود رعاية صحية سريعة ومباشرة لعلاج الملك نتيجة الحادثة. هل دي آخر مشكلة تعرض ليها توت عنخ آمون؟ كان عنده مشكلة تانية أكبر. لما مات وهو في سن صغير ما لقوش مقبرة يدفن فيها. الملك من أول ما بيحكم مصر أهم حاجة عنده إن هو يبني مقبرته، لأن ده بيت الآخرة الأبدي اللي هيعيش فيه. توت عنخ آمون وصل لعرش مصر عنده 7-8 سنين، توفى عنده 18 سنة، وبالتالي ما كانش في دماغه نهائي فكرة ان هو يلحق يخلص مرة. ولكن أستاذه الروحي وأبوه الروحي الكاهن آي تبرع له بمقبرته اللي موجودة في وادي الملوك، على أمل إن هو يلحق يتجهز فيها وإن هو يدفن فيها. عشان كده هنلاقي مقبرة توت عنخ آمون أصغر مقبرة في وادي الملوك، صغيرة جدا. هنتكلم على 3 حجرات وحجرة دفن صغيرة، ما فيهاش أي نقوش، ما فيهاش أي مناظر، وبالتالي ده نتيجة السرعة اللي حصلت بسبب صدمة الوفاة المفاجئة اللي حصلت لتوت عنخ آمون. هل دي آخر المآسي اللي حصلت لتوت عنخ آمون؟ لا، في شخصية ارتبطت بشكل وثيق بتوت عنخ آمون في القرن العشرين، ولولا توت عنخ آمون لن يكون هناك ذكر لهذا الرجل للأبد، وهو الإنجليزي هوارد كارتر. وافتكروا الاسم ده كويس جدا، لأن الراجل ده بيتكرم اسمه بشكل دوري
فقط عشان خاطر توت عنخ آمون. عمل ايه هوارد كارتر ده؟ الراجل ده اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922، وده كان حدث عالمي هز الأوساط السياسية والعلمية والثقافية على مستوى العالم. ليه؟ لأن احنا لأول مرة في التاريخ القديم نكتشف مقبرة كاملة بكل كنوزها. احنا بنتكلم على 3500 قطعة أثرية وجدوا كاملين جوه المقبرة. طب لما نيجي نشوف مقبرة زي بتاعة رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، حتشبسوت، الناس اللي فعلا امتلكوا الأرض وكنوزها، مقابرهم دي الكنوز بتاعتها راحت فين؟ هنلاقي في عهد المصريين القدماء نفسهم حصلت سرقات وحصلت انقلابات وثورات عرضت المقابر دي للسرقة، وبالتالي الكنوز بتاعت الملوك دي اتسرقت أيام المصريين القدماء نفسهم. طب ايه اللي حصل لتوت عنخ آمون؟ ازاي مقبرته ما اتسرقتش؟ الحظ ان مقبرة الملك رمسيس السادس وهي بتتحفر تم وضع اكشاك العمال وراديم وركام الحفر على مدخل مقبرة توت عنخ آمون، وبالتالي ده غطاها وخفاها من على وش الارض، واصبحت المقبرة تحت الارض معزولة عن العالم، محدش يعرف عنها اي شيء. وده اللي حمى توت عنخ آمون وموميائه وكنوزه أكتر من 3000 سنة بعيد عن عينين الناس، لحد ما جه المادو هوارد كارتر اللي اكتشف المقبرة بالصدفة البحتة في 4 نوفمبر 22. كارتر مشكلته الأزلية إن هو كان بيعتبر مقبرة توت عنخ آمون وكنوزه ملك شخصي. افتكروا ان هوارد كارتر ده كان انجليزي، ومصر كانت واقعة تحت الاحتلال الانجليزي، وبالتالي كارتر كان ابن للامبراطورية البريطانية اللي كانت مسيطرة على العالم كله بما فيها مصر، وكان بيتعامل مع الآثار المصرية بنوع من العجرفة ونوع من العنجهية، وبالتالي ده اللي خلاه دايما يصطدم بالحكومة المصرية. أول إجرام كارتر بمقبرة توت عنخ آمون إن هو دخل حجرة الدفن هو وممول الاكتشاف اللورد كارنرفون وبنته إيفلين والمساعد الشخصي لكارتر، دخلوا جوه المقبرة يوم 26 نوفمبر. افتكروا التاريخ ده كويس جدا. 26 نوفمبر دخلوا في الخباثة بعد ما فتحوا فتحة صغيرة على أمل إن هم يشوفوا إيه اللي جوه المقبرة. أول واحد دخل كان كارتر وهو بيولع شمعة، وسألوه وهو على الباب السؤال الشهير وجاوب الإجابة الشهيرة: What do you see؟ أنت شايف إيه؟ رد عليهم الإجابة الشهيرة بتاعته: Wonderful things, wonderful things. أشياء رائعة، أشياء رائعة. ما قدرش يصدق نفسه أو يتمالك أعصابه من الروعة اللي لقاها، واقتحم المقبرة. ابتدى إن هو يتفرج على الكنوز دي، والله أعلم خد إيه من غير ما يتسجل. دايما مشكلة أو قوانين مصلحة الآثار في الوقت ده إن لازم أي حد يدخل في عملية اكتشاف يرفع تقرير يومي لمدير مصلحة الآثار. كارتر ما عملش كده. آخر تقرير قدمه لمصلحة الآثار كان بتاريخ 24 نوفمبر، وهو اقتحم المقبرة سرا 26 نوفمبر. كان مكسل أو مستعجل إن هو يبعت أي تقارير لمصلحة الآثار. مش بس كده، هو كان بيعتمد على إن الكشف ده والمقبرة دي إرث ليه، ملك شخصي. دخل في صدام عنيف مع الحكومة المصرية سنة 24، ولكن الحظ إن الحكومة في الوقت ده كانت حكومة الزعيم سعد باشا زغلول، وكان وزير الأشغال، الوزارة اللي بتهتم أو بترأس عملية الحفاير والآثار واللي كانت تحت سيطرتها مصلحة الآثار، الوزير مرقس باشا حنا اللي هو كان زميل سعد باشا زغلول في كفاح ثورة 19. مشكلة كارتر إنه افتكر إن الحكومة دي زيها زي اللي قبلها، مش هيبقى فيه أي نوع من الاهتمام أو هيكون فيه سيطرة إنجليزية عليها، ولكنه اصطدم بشخصيتين
قويتين وطنيتين، سعد باشا ومرقص باشا. مرقص باشا حنا هدد كارتر أكتر من مرة، ووصل بيه الأمر إن هو حط قوة شرطة على باب المقبرة ومنع كارتر إن هو يدخلها. ده كان أول صدام وأول عين حمراء تبينها الحكومة المصرية للإنجليزي ابن الإمبراطورية الإنجليزية. ودي كانت ضربة كبيرة لإنجلترا، متمثلة في الروح الوطنية اللي عملتها ثورة 19 ومحاولة البحث عن الهوية المصرية. ومن هنا التقت ثورة 19 باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون مع البحث الحقيقي لهوية المصريين في مصر القديمة. الخروج من العباءة العثمانية والخروج من عباءة الخلافة خلى المصريين فعلا يدوروا على هويتهم، مش بس من ناحية السياسة، لا ده خرجت جرايد كتير مصرية بتدافع عن الاكتشاف، بتدافع عن مرقص باشا حنا. بس اترسمت كاريكاتيرات روعة بتتكلم عن عظمة الملك توت عنخ آمون، بتدافع عن توت عنخ آمون، بتدافع عن موقف سعد باشا ومرقص باشا حنا، لدرجة إن الناس في الشارع بقت تمشي تكتب باسم مرقص باشا حنا وسميته وزير توت عنخ آمون. هتلاقي إن الست منيرة المهدية سلطانة الطرب في الوقت ده عملت أوبريت هو الأول من نوعه بتتغنى فيه باكتشاف توت عنخ آمون، اسمه إحنا أولاد توت عنخ آمون أو إحنا أبونا توت عنخ آمون. بتنسب نفسها للحضارة المصرية القديمة، بتشجع على السياحة، بتشجع على زيارة الآثار. وبالتالي هنلاقي مزج السياسة بالسياحة بالآثار بالثقافة، وليد بدايات القرن العشرين، وليد ثقافة وحالة وطنية عظيمة عاشتها مصر بداية من ثورة 19 وتجلت مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. رغم وفاة سعد باشا زغلول إلا إن هو تم الحفاظ على آثار توت عنخ آمون. العالم كله كان مبهور بالملك ده، بيسمع عنه حواديت، بيسمع عنه في الجرايد في المجلات، لحد ما ابتدى العالم يواجه توت عنخ آمون لأول مرة وجها لوجه عن طريق المعارض الخارجية. وده اللي تم تحديدا في 1961 بمجهود كبير من السيد وزير الثقافة والإرشاد القومي في الوقت ده الدكتور ثروت عكاشة، واحد من أهم أعمدة الثقافة المصرية. وابتدت رحلة توت عنخ آمون إن هو يلف العالم كله، العالم كله يتفرج على الملك الذهبي اللي على طول بيسمع عنه، على طول بيقرأ أخباره. لأول مرة هيلف توت عنخ آمون مجموعة كبيرة من المدن، سواء في الولايات المتحدة، في إنجلترا، في فرنسا. مع وجود صدام ما بين مصر وأمريكا بسبب حرب 67 بيتم التوجه للاتحاد السوفيتي وبيزور توت عنخ آمون أرض السوفيت، والروس بيتفرجوا على توت عنخ آمون. مع عودة العلاقات السياسية في السبعينات، الرئيس السادات رحمة الله عليه بيأمر بعودة توت عنخ آمون لزيارة أمريكا بعد محايلات من القيادة الأمريكية ورغبة أن توت عنخ آمون يعود لأمريكا مرة تانية. احنا بنتكلم على أكتر من 2.5 مليار بني آدم اتفرجوا على آثار توت عنخ آمون في حوالي 60 سنة أو أكتر. ولكن جه الوقت إن توت عنخ آمون يرتاح، يقعد في بلده، يقعد في مكان يليق بيه كملك عظيم، يليق بيه بآثاره بكنوزه اللي العالم كله مبهور بيها، يقعد في جناح خاص بيه متصمم على أعلى مستوى في المتحف الكبير، مع قرار رئاسي إن قطع توت عنخ آمون كاملة لا تخرج بره مصر، لا تخرج في أي معارض خارجية، تظل في مكانها، والعالم اللي عايز يتفرج عليها يجي لها لحد عندها، يجي التوت لحد عنده في المتحف الكبير في جناحه الجديد، جناحه المتصمم على أحدث التقنيات. توت عنخ آمون أصبح وما زال وسيظل واحد من أهم وأشهر ملوك مصر القديمة بسبب كنوزه الرائعة، بسبب شهرته الكبيرة
اللي حصلت بسبب الظلم اللي تعرض له، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه بشهرة مهولة ما كانش هو يحلم بيها في حياته. المتحف كبير، يستحق مكان زي جناح توت عنخ آمون، والملك توت عنخ آمون يستحق مكان رائع زي المتحف الكبير. زوروا المتحف الكبير، استنوا الافتتاح العالمي الأسطوري اللي هيتم يوم 3 يوليو 2025. ولما يتم الافتتاح زوروا المتحف، زوروا الجناح بتاع توت عنخ آمون، واستمتعوا بالآثار المهولة الرائعة للملك توت عنخ آمون. أنا اتكلمت عن توت عنخ آمون بشكل مفصل وكبير جدا في كتابي ملك من ذهب أسرار توت عنخ آمون بكل التفاصيل. اتكلمت عن قصة حياته، اتكلمت عن نشأته وعن حياته وعن وفاته، اتكلمت عن ظروف المقبرة بتاعته، اتكلمت عن ما بعد عصر توت عنخ آمون إلى فكرة الاكتشاف، الجرائم الكاملة اللي عملها هيوارد كارتر. عملت فصل كامل خصصته لسرد كل الجرائم اللي ارتكبها هيوارد كارتر واللورد كارنر فون في حق توت عنخ آمون ومومياء توت عنخ آمون اللي للأسف دمروها وشوهوها، الكنوز اللي للأسف ما سجلوهاش وخرجت بره مصر، وعانينا عشان نقدر نرجع البعض منها. ولكن جه الوقت ان احنا نستمتع بالملك بتاعنا وآثاره، وان احنا نحطه في المكانة اللي يستحقها. هل تم خروج القطع بعد اكتشاف المقبرة ولا بس في 61؟ المقبرة لما اكتشفت في 1922 ده الاكتشاف الفعلي اللي حصل. الاكتشاف او الافتتاح الرسمي للمقبرة كان بعديها بسنة تقريبا، هنتكلم على 1923. الخروج الرسمي في على مستوى العالم من خلال معارض خارجية كان سنة 61. أي قطع خرجت قبل 61 للأسف الشديد خرجت بشكل خلسة، بشكل سرقة، على إيد هيوارد كارتر وعلى إيد اللورد كارنرفون. ولكن الخروج الرسمي تحت رعاية الدولة كان عن طريق المعارض الخارجية سنة 61. زوروا المتحف الكبير، استمتعوا بالمتحف، افتخروا بالمتحف الكبير، افتخروا بكنوزه، بالأخص كنوز توت عنخ آمون. أتمنى أن يكون اللايف ده رسالة للمصريين في الداخل والخارج وكل واحد بيسمعني في كل أنحاء العالم. استمتعوا بالمتحف الكبير لأنه فعلا قطعة فريدة من نوعها، قطعة احنا كلنا بنفتخر بيها، وفي انتظار الافتتاح الأسطوري اللي هيتم إن شاء الله يوم 3/7. وافتكروا التاريخ ده كويس جدا واستنوه عشان تستمتعوا بيه. سعيد جدا بيكم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي في موضوع جديد، وأي حاجة عايزين تسألوا فيها أنا هستناه في كومنتات على مدار الأسبوع. أشوفكم على خير إن شاء الله.